يا جماعة لو سمحتوا كملوا الفيديو للأخير. يا عزيزي هي قضيتك وأنت الوحيد من يقدر على حلها. السعوديين ما هم فاضيين لك، احنا مشغولين في المستقبل، نبني نيوم ونبني مشروع البحر الأحمر وقاعدين نطمح طموحات عالية جدا، وتجينا أنت تشغلنا بقضيتك لا أبوك على أبو قضيتك. عزيزي الفلسطيني أزعجت أمنا بالعروبة. عزيزي نحن لسنا بحاجة عروبة الاقتصاد، العروبة اللي ما تجي لو احنا أغنياء ما نبيها. عروبتكم هذه كلام فاضي، والعربية هي فقط لغة. انت تتكلم عن العرب، فنحن العرب الأقحاح، نحن العرب الأصل، فلا تحاول ترتزق بسبب لغة مشتركة بيننا وبينك تجعل مشاكلك مشاكلنا وتطلب منا حل مشاكلك، في المقابل أنت قاعد على بطل وتحتفل مع بنات رام الله. قضيتك هي قضيتك أنت، ومشكلتك هي مشكلتك أنت، وأنت الوحيد القادر على حلها. روح حل قضيتك، حل قضيتك بنفسك، حنا مشغولين بمستقبل جدا 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 مشرق. مثل ما شفتوا بالفيديو، احضروا الفيديو الثاني. الفلسطيني أنت ما أنت عربي، ولا لك أرض ولا لك قضية. الأرض أرض إسرائيل، والقضية قضية إسرائيل معها. أدم يا نتنياهو، أحرق هالعصابات هذه وهالشتات وهالملفقين، وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا احنا منهم. إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم مدوختونا واشغلتونا. والأقصى الأقصى لمعلوميتك ما عندكم أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، لأن المرض فيكم والخيانة في دمكم. أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أقلط يهودي في بيتي وأغديه وأوكله وشربه ورقده، ولا أدخل فلسطيني في بيتي. اخواتي مثل ما شفتوا بالفيديوهات، الأول قضيتك أنت هو ما له دخل فيها، والثاني بتبرى منه، بفوت على بيته يهودي بطعميه وبأكله وبشربه وبنيمه عنده، ولا بفوت فلسطيني ولا بشرفه انه يفوت واحد فلسطيني. ولكن الفلسطيني اشرف منك ومن اللي خلفوك كمان، مع احترامي لكل شعب السعودية، والسعودية هون على الراس، بس فلسطين اشرف منك ومن اللي خلفوك. ابدا ما حدا طلب منك ابدا انه تتدخل بالقضية ولا تساعد فلسطين ولا اي شيء. حدا طلب منك انت حتى بيرك عم تتفلحص؟ فوت واحد اسرائيلي ومنتم ساكت، فوت واحد يهودي ومنتم ساكت. لا تطلعوا تتفلحص هيك على عالم. الشعب الفلسطيني اللي فيه مكفيه، الله يعينه ويرحم شهدائه وينصروا على اعدائه. لك الله يلعنك، لك معك مصاري وبارك ببيتك لك روح شوف العالم شو عم تتقتل بالشوارع بالاراضي. روح لك ما فيكم دم. انتو ناس حشرة. ما بشمل الكل اخواتي، بشمل هدول الاثنين بالذات. هن الناس حشرة. الاول قال نحن منتهين نظبط ونعمر ونساوي. ايه انت عمر وظبط وبتساوي، وغيرك بلاد عم تتهدم وشهداء عم برحلة ودم عم برحلة. انتوا لا تتدخلوا بالقضية، ما حدا طلب منكم انكم تتدخلوا اصلا. الله يلعن شرفك وشرفه. اخواتي لا تواخذوني على الكلام اللي بحكيه، بس مثل ما انكم شايفين شعب بطل فيه حياة، بطل فيه ذوق. قسما بالله لو ما الواحد شو بده يحكي ما بعرف. الله يصطفل فيكم احسن شيء. بس لو حط حالك انت، حط حالك بداله، حط حال انه ابنك هنيك بدال هذول الشهداء اللي عم بيروحوا. شو كان موقفك؟ يلي ما بشرفك انه تفوت واحد فلسطيني على بيتك. لك هذا العالم الفلسطيني، وفلسطين اشرف منك ومن عائلتك ومن اللي خلفوك كلها. لعن الله يلعنكم، الله يلعنكم من البشر، من العرب. انتوا الاثنين بالذات يا جماعه. برجع بعيد، انا ما بحكي على الكل، بشمل هدول الاثنين بس. اهل السعوديه على العين والراس وبالقلب كمان، بس انا بشمل هدول الاثنين. ما شو الواحد يحكي ما بيعرف. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بس. السلام عليكم.